سلام عليكم. النهارده هنتكلم عن بلجن مهم جدا في الافتر افكت وبيساعد جدا في انجاز الشغل بشكل اسرع، وكنا اتكلمنا عنه في اكتر من فيديو، بالذات الفيديو بتاع موشن اوتوميشن. الاضافه دي مهمه جدا وتقدر تنزلها بشكل مجاني، فيلا بينا ندخل على الجد على طول. قبل اي حاجه ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ولبنان والسودان ان ربنا يفك كربهم وينصرهم، واي حد يقدر يقدم اي حاجه يساعدهم بيها سواء الدعاء او المقاطعه او التبرعات لاماكن موثوقه يا ريت يعمل كده فورا. دلوقتي اول حاجه هتنزل الاداه من الموقع الرسمي بتاع فيديو كوبايلوت، بس عشان اسهل عليك انا نزلتها لك في جروب التليجرام بتاعنا وهتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. بعدين هتسطبها بشكل طبيعي خالص. من هنا بتدوس تمام هنا، وهنا بتختار النسخه بتاعتك وتدوس انستول والمفروض تتسطب معاك. طبعا هو طلع لي ايرور لان هي موجوده عندي بالفعل، وفي الاخر بتلاقيها نزلت عندك على النسخه اللي عندك. خلينا ندخل على الافتر افكت ونشوف الاضافه دي بتعمل ايه. هعمل نيو كومبوزيشن عادي واسميه اي اسم بس عشان خاطر اجرب الاضافه دي. اول حاجه هعمل كنترول واي وانزل سوليد عندي بحجم الكومبوزيشن كله. لما يبقى هنا 1920 في 1080 ده كده بيبقى بحجم الكومبوزيشن، وممكن اعدل فيه. ادوس اوكي. بعد كده من الكيبورد بدوس كنترول وسبيس لان ده الاختصار الرسمي بتاعها او الاختصار الديفولت بتاعها. وزي ما انتوا خدتوا بالكم فهي ظهرت مكان ما الماوس موجود. لو انا كنت واقف في مكان تاني هتظهر في نفس المكان. يعني لو انا قفلت كده تاني واخترت هنا والماوس موجود هنا ودوست كنترول سبيس هتظهر في المكان ده. لو انا واقف هنا ودوست كنترول سبيس هتظهر في المكان ده. دلوقتي اللاين اللي ظاهر عندي فوق ده هيبقى ظاهر عندك، لكن اللي تحت ده انت اللي بتعمله بنفسك. خلينا الاول قبل ما نخش على الاعدادات من هنا ونشوف الافكتات ازاي بتضاف اقول لكم الاول على العلامه دي. علامه الكاميرا لما بدوس عليها بياخد لكم سكرين شوت من اللقطه اللي موجوده حاليا، وبعد كده بدوس هنا كده عشان يفتح لي الجاليري وهلاقيه فعلا خد اللقطه اللي كانت موجوده. ممكن اقف هنا برده، ده لوجو كنا محركينه في الفيديو اللي فات وشرحناه من الالف للياء، خدته وعملت سكرين شوت عشان خاطر احطها ثامبنيل للفيديو. الميزه دي بتنفعني عشان لو عاوز اخد لقطه معينه عشان اشوف الجوده بتاعتها او اشوف التكوين بتاعها مظبوط ولا لا وهكذا. بعد كده بقفل من هنا وبعد كده كنترول سبيس تاني عشان خاطر افتح الاضافه واخش على علامه الترس من هنا عشان اظبط الاعدادات براحتي. دلوقتي لما تدوسوا على العلامه بتاعه الاعدادات هتفتح معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم بالظبط ده، لكن مش هيكون موجود عندكم الحاجات دي لان دي حاجات احنا بنضيفها وانا همسحها دلوقتي واقول لكم ازاي تضيفوها. اول حاجه في البانل دي ان احنا ممكن نيجي هنا ونخليها لايت بدل دارك. طبعا احنا الافتر افكت بنشتغل على خلفيه غامقه فبنخليها زي الديفولت بتاعها. من هنا ممكن اغير الشورت كات، لكن الشورت كات ده هو غالبا انسب حاجه هتلاقيها شغاله معاك. ممكن تخليه شيفت سبيس او كنترول تاب او شيفت تاب او تخليه كاستم اي حاجه زي ما انت عاوز، لكن زي ما قلت لكم كنترول سبيس هي انسب حاجه غالبا. بعد كده عندك الحاجات دي مش محتاجين ان احنا نعدل فيها. بعد كده هنا بنعلم على علامه الصح من هنا عشان خاطر لما اجي اخد اي سكرين شوت زي ما شفنا من شويه تتاخد بالفول ريزوليوشن. طب لو انا ما عملتش علامه الصح هنا هياخدها لي بنفس الجوده اللي انا مختارها في البروجكت. يعني ايه؟ لو انا واقف دلوقتي ومختار فول ريزوليوشن هتجيلي زي ما هي، لو انا مختار هاف هتجيلي هاف، لو انا مختار كوارتر هتجيلي كوارتر وهكذا. فالافضل ان انا هنا اعلم على علامه الصح لان انا دايما لما باخد اي سكرين شوت ببقى عاوز اشوفها باعلى جوده. بعد كده من هنا بدوس اوكي او كانسل، ده طبعا في الاخر بعد ما بخلص كل التظبيطات اللي انا عايز اظبطها. بعد كده ريسيت سيتنج لو انا اخترتها هتمسح لي كل حاجه انا كنت عاملها هنا وهترجع لي الاضافه للديفولت بتاعها كاني لسه منزلها. وعندي هنا اكسبورت ان انا ممكن اصدر الحاجات دي كلها بحيث ان هي لو اتمسحت من عندي اقدر اجيبها تاني او اقدر ابعتها لاي حد يشتغل بيها. وامبورت العكس، لو انا كنت مسيبها قبل كده عندي فانا اقدر بكل سهوله اعمل لها امبورت. فخليني الاول هنا اعمل اكسبورت واسيبها في المكان ده وادوس اوكي. بعد كده اعمل ريسيت سيتنج. كده انا دلوقتي زيك وكاني لسه منزل الاضافه من اول وجديد. من هنا هخليها فول ريزوليوشن، ومن هنا لو دوست امبورت ممكن اقدر اضيف الفايل اللي انا عملت له اكسبورت دلوقتي وتنزل كل حاجه زي ما هي موجوده عندي بالشكل ده. تمام. انا هعمل بقى ريسيت سيتنج تاني عشان نشوف ازاي بنضيف التاثيرات والافكتات عندي في القائمه دي. فزي ما انت شايف لو انا وقفت هنا ودوست بالماوس نيو فهقدر ساعتها ان انا اضيف الافكتات اللي انا بستخدمها باستمرار. على سبيل المثال افكت فيل هو من اكتر الافكتات اللي بستخدمها تقريبا، فهاجي هنا هدوس فيل زي ما انتم شايفين فهو طلع لي الحاجات اللي بالاسم ده. هختار فيل من هنا وبينزل عندي بالشكل ده. بعد كده هضيف افكت تاني وليكن سي بيج تيرن. هدوس هنا واكتب اسم الافكت، ظهر لي بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين هو بيختار اول كام حرف ويحطهم كاختصار هنا. الاختصار ده بيبقى ميزته ان انا القط الافكت لما اجي اضيفه. فانا دلوقتي كلمه فيل هنا خلاص وضحت لي ان هي دي الاختصار بتاع فيل. طب السي سي دي في افكتات كتير بتبدا بالسي سي، فانا هاجي هدوس هنا واسميها بيج. طبعا الاختصار اللي بيتكتب بيبقى 3 حروف بس، لكن هو كده بالنسبه لي بقت واضحه. ادوس من هنا اوكي ومن هنا اوكي. بعد كده اجي هنا واقف على اللاير بتاعتي ادوس كنترول سبيس بعد كده واحد. في لحظه واحده عملت لها فيل، في حين ان انا لو كنت عاوز اعمل الفيل ده بدون الاضافه دي ساعتها كنت هعمل الاتي. كنت هاجي هنا في قائمه افكت اند بريسيتس وادوس فيل
بعد كده اسحب الفيل هنا واحطها على اللاير بتاعتي او ادوس دبل كليك على الافكت او ايا كان هعملها ازاي. الطريقة التقليدية خدت مني حوالي 5 أو 7 ثواني، بينما الطريقة دي خدت مني ثانية واحدة بس. طبعا وزي ما قلت قبل كده ممكن حد يجي يقول لي طب يعني ثانية 5 ثواني مش حوار يعني. هي الفكرة ان انت بتضيف مئات الافكتات ومئات الكي فريمات ومئات الحاجات وانت شغال على مشروع افتر افكت او مشروع اكسبلينر فيديو لمدة دقيقة واحدة. ففكرة انك تستخدم الاضافات دي او تستخدم الاوتوميشن في شغلك في الحاجات اللي ما فيهاش ناحية ابداعية ممكن يخليك تختصر وقت الفيديو اللي انت بتعمله وليكن في 5 ايام يخلص في 3 ايام بس، وهكذا. خلينا برضو ان احنا نجرب حاجه تاني، وهي ان احنا نقف على اللاير برضو وندوس كنترول سبيس، بعد كده ندوس 2. في لحظه واحده برضو ضفت افكت تاني، واقدر عادي اتحكم في القيم بتاعتي من هنا كده، امشي شويه احط كي فريم اعمل كده، خلاص بقى عملت الحركه بتاعتي بمنتهى البساطه. نرجع تاني للاعدادات وندوس هنا، هنلاقي ان احنا ممكن نضيف 9 اختصارات نحطهم بارقام بمنتهى السهوله زي ما عملنا. وليكن هنضيف الافكت اللي هو بتاع لينير رايب وندوس اوكي. لما اجي تاني وادوس كنترول سبيس هلاقيه اتضاف عندي. طيب انا دلوقتي ضفت 9 افكتات والافتر افكت فيه حوالي وليكن 500 افكت بمنتهى السهوله. الاضافه دي برضو وفرت عليا ان انا بدل ما اروح واعمل سيرش في قائمه الافكت، ان انا هنا بمنتهى البساطه اكتب وليكن عاوز اضيف الافكت بتاع انفيرت اللي استخدمناه في الفيديو اللي فات، فهدوس هنا انفيرت ظهر لي على طول وادوس اوكي. لكن زي ما قلنا التسع اماكن المتاحين ان هم يبقوا بارقام، حط فيهم اكتر افكتات بتستخدمهم، وهتلاقي حوالي 70 او 80% من الافكتات اللي انت بتستخدمها باستمرار كلهم على بعض 5 أو 6 افكتات، والباقي بيتغير على حسب المشروع اللي انت شغال عليه. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، خلينا نفتح قائمه السيتنج تاني، ومن هنا اعمل ريسيت سيتنج، وبعد كده ادوس يس من هنا، بعد كده اعمل امبورت الافكتات بتاعتي اللي انا كنت مسيبها وادوس اوبن، ادوس من هنا اوكي. لو خدتوا بالكم اخر حاجه انا مضيفها حاجه اسمها فيري سمول روتيشن، ده طبعا مش افكت متضاف في البرنامج، ده انيميشن انا كنت مسيبه معاكم في الفيديو بتاع موشن اوتوميشن، ولما لقيت نفسي بستخدمه كتير في اغلب الفيديوهات اللي بعملها لو انا عاوز اعمل ويجل بسيط في الروتيشن او كده للحركه اللي انا عاملها، فرحت ضفته في القائمه دي. فبالتالي لو انا دوست من هنا اوكي وادوس من الكيبورد كنترول شيفت اي عشان خاطر امسح الافكتات اللي موجوده واصغر السوليد بتاعي شويه، بعد كده ادوس كنترول سبيس وبعد كده اكتب 9. زي ما انتم شايفين انيميشن كامل فيه كي فريمات وفيه اكسبريشن وفيه كل حاجه، وممكن اسيبه واستخدمه بضغطه زرار واحده بس. الافكار بتاعت ان احنا نختصر وقتنا في الشغل افكار كتير جدا، ودي من الموضوعات الاساسيه اللي احنا مركزين عليها في القناه هنا، ودايما هتلاقيني بقولك على الحاجات اللي بتوفر وقت سواء في فيديوهات منفصله او في التوتوريالز الخاصه باللوجو انيميشن او فيديوهات الموشن جرافيك بشكل عام. لو استفدت يا صديقي اعمل لايك، انا عارف انك عاوز تعمل من اول فيديو بس نسيت، بس مش مشكله انا مسامحك خلاص. ويا ريت لو عندك تعليق او اضافه او اي حاجه عاوز تقولها، ويا ريت لو تعرف تشارك الفيديو مع غيرك. اشوفك في فيديو جديد يا صديقي، وسلام.